يا مساء الزبده، يا رب تكونوا بافضل حال وصحه وعافيه ان شاء الله. كنت محتار كتير اعمل اكل ايه النهارده. طب انا هعمل فطار ولا غدا ولا عشاء؟ طب انا كاحمد نفسي في ايه؟ ادعبس في الثلاجه ما لقيتش غير حبه فول. قلت هعملهم لكن بطريقه مختلفه عن كل مره. صحيح مش هنفتكس لكن هنحيي الماضي الجميل. فكعادتنا قبل ما نبدا صلي بينا على نبينا وندعي لامواتنا بالرحمه، ويلا بينا نخش على التركيات الجميله. مساء الزبده عليكم. طريقتنا في الفول النهارده طريقه مش جديده لكن مش كتير يعرفها. كل اللي هنحتاجه شويه فلفل ملون لو عندك او رومي والحامي الموحوح، واكيد معاهم بصلايه مكعبات، والاضافه النهارده هي البطاطس هنقطعها مكعبات هي كمان، وطماطمايه كذلك، ونجهز ليمونه، وما فاضلش معانا غير نبشر الجزره ونروح نبدا الحفله. طاستك المعتاده وشويه زيت بس حبه زياده عشان نشوح فيها البصلايه، واول ما تبدا تصفر ننزل عليها بالفلفل الكوكتيل، تقليب بقى شمال في يمين، ننزل عليهم بالجزره المبشوره، ما تقلقش طعمها وشكلها هيدوب في وسطهم. ودلوقتي جه دور البطاطس عشان ياخد فرصته ويستوي، واول ما تحس انه بدا يشم الزيت ويتفاعل معاه انزل عليه بالطماطم وقلبه هو كمان. عايز اقول لك تركايه من عندي ليك، لو عندك نعناع ضيفها على الاكله دي هتحس بمتعه وريحه وطعم، يا سلام سلف. البطاطس بدات تدخل في السوا، فهنبدا احنا كمان نضيف الفول اللي معانا، واول ما ميته تبدا في الغليان وده هيساعد البطاطس تستوي اسرع على فكره، هنبدا بقى ننزل عليه بالبهارات، حبه ملح وفلفل اسود ورشه كمون وشطه وبابريكا، ويديها رشه خل. وهنا بقى جه دور تقليب الكل. تتفرج على منظر الفول وهو بيتعمل، والله هو فول لكن بدماغ متكلف قوي. وعلى فكره الاكله دي ممكن تضيف عليها سجق وتبقى احلى واحلى، ولو عايز جنان على الاخر يبقى في الاخر عبيهم في طاجن وعلى وشهم بيضتين ورشه موزاريلا ودخلهم الفرن يقعد معاك 10 دقايق، تطلعه تاكل منه احلى وش. وسبق وعملناها مع بعض وعملنا اللي افظع منها كمان. وفي الختام ايها الساده رشه ليمون عشان المزازه، ونروح نعبي الطبق اللي يكفينا وبزياده ونقول الحمد لله واللهم بارك فيما رزق. وما تنساش في النهايه كالمعتاد صلي على حبيبك المصطفى. عليه افضل الصلاه والسلام. بصراحه الواحد بقاله فتره كبيره قوي ما عملش الفول بالطعامه دي، وما تقلقش هتلاقي البطاطس مستويه معاك. وعلى فكره هي خفيفه ومناسبه، تنفع معاك في الفطار وفي العشاء. لو شوحت عليهم شويه سجق تنفع كمان معاك في الغداء. قبل ما نكمل كلامنا بس ناكل لقمه كمان، بسم الله. والله وجهه نظري تنفع معاك فطار غدا عشاء اي وقت، تسد معاك وما تقولكش لا. وعشان تحس باللي انا عايز اقوله لك مش هينفع معاك غير انك انت تعمل نفس اللي انا عملته بالظبط. ولو عملته وطلع عجبك ابعت لي وقول لي تسلم ايديك. ليدي اند جنتلمان، حان الان موعد الختام. فما تنساش لو بتتفرج من على اليوتيوب السبسكرايب، ولو بتتفرج من على الفيسبوك الفولو واللايك، وادعي لامواتنا بالرحمه ويصلي بينا على نبينا. اللي هيجرب يروح يجرب دلوقتي، وانا كل لقمه قبل ما نخرج برعايه الله وحفظه. مساء الزبده على عيونكم. البطاطس حرشه.